السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة انتوا واولادكم وكل حبايبكم يا رب العالمين. النهاردة حبايبي هنقدم مع بعض احلى كيك بجماله وحلاوته، كيك الطبقات، كيك البابلز. حاجة روعة كده. الكيك هش وجميل وطالع لذيذ معانا جدا. كيك الشوكولاتة الهش مع طبقة الكريمة الجميلة قوي اللي طعمها يدوبك دوبان يعني، وفوقيها كيك البابلز والشوكولاته والكاكاو. حاجه روعه كده يا جماعه، بجد فعلا جربوها هتعشقوها. يعني حاجه بجد يعني التصوير ظالمها. شايفين جمالها وحلاوتها؟ روعه طالعه معانا حاجه اخر دوبان. الناس اللي بتعشق الشوكولاته الفيديو ده ليكم. الناس اللي بتحب الشوكولاته انصحها بالفيديو ده، بجد بجد فيديو روعه وطعمها جميل قوي قوي. التصوير ظالمها بجد كتير. لو جربتيها في بيتك وشفتيها هتعشقيها، بجد روعه. هتحبيها واولادك هيحبوها قوي، هيقولوا لك اعمليها لنا على طول يا ماما. وخصوصا بقى لو دوبتيها كده ورشيتي عليها صوص الشوكولاته الجميل اللي احنا هنعمله مع بعض برده ده، وضفتي عليها كده، يا جمالها يا حلاوتها. حاجه روعه كده يعني، تستاهل بجد بقكم بجد. يعني حاجه يعني اعمليها هتشرفك بجد في بيتك ولضيوفك ولاولادك. هتطلع معاكي روعه. لايك وشير للفيديو، واللي ما اشتركش في قناتنا يشترك. واهلا وسهلا بيكم، شرفوني ونوروني. تعالوا يا حبايبي هنشوف الفيديو مع بعض بسرعه. يلا بينا. هتجيبي هنا شفشق الخلاط بتاعك، هعملها لك في الخلاط بمنتهى السهوله وبمنتهى السرعه. 5 بيضه هتضيفيهم فيه. بنكسر البيض بتاعنا زي ما احنا متعودين، بيضه ببيضه في طبق، عشان من البيض لو في واحده وحشه ما تفسدش الباقي. بنضيف نص معلقه من الفانيليا، ما دام في بيض لازم يكون فيه فانيليا. ضفت كوبايه ونص من السكر، او كوبايتين الا ربع لو انت عايزاها مسكره قوي يعني. و كله هيتعمل مع بعضه في الخلاط زي ما انتم شايفين، بمنتهى السهوله وبمنتهى البساطه. ما فيهاش اي تعب يا جماعه، ما فيهاش اي تعب خالص. وبنضيف هنا كمان كوبايه ونص من اللبن الحليب. يبقى كوبايه ونص لبن حليب، كوبايه ونص سكر، 5 بيضه، فانيليا. كده ضفناهم على بعض كلهم في الخلاط. ده نص كوبايه اللبن الحليب، معلقه من الخل، معلقه صغيره من الخل، وذرة ملح خفيفة كده. وبناخد كل الحاجة بتاعتنا دي على بعضها كده وبنوديها على الخلاط. طبعا بعد ما بنضيف الزيت، احنا هنضيف كوباية الا ربع من الزيت. وبناخدهم نضربهم كلهم في الخلاط ضرب كويس قوي، حوالي 10 دقايق تضربوه في الخلاط ضرب كويس قوي. وبنجيب بقى بولة كده كبيرة هنعجن فيها الكيك بتاعنا. ضفت كوبايتين ونص من الدقيق المنخول. الدقيق لازم تنخليه كذا مرة عشان الكيك بتاعك يطلع معاكي ناجح وهش. لازم تنخلي الدقيق كذا مرة عشان يدخلوا هوا. ومعايا معايا باكو باودر، باكو بيكنج باودر، ضفته على الدقيق. بتضيفيه على الدقيق كله في بعضه كده مع الكاكاو. بنضيف 4 معالق من الكاكاو. الكاكاو عندي كاكاو خام اسباني، بتجيبيه من عند ادوات الحلويات، بتقولوا عايزه كاكاو خام اسباني. ده بيطلع روعه في الحلويات يا جماعه، وملهوش طعم يعني، ما بيديش ملهوش طعم وحش كده في الاكل، لا بيدي طعم جميل. وبنقلب كل الخليط ده كله في بعضه كده بمنتهى السهوله. وطبعا ضفت المزيج اللي ضربته في الخلاط على الدقيق، ولفيته مع بعضه، ضربته مع بعضه كويس، دوبته مع بعضه كويس. انا ما ضفتش الحته دي عشان انا مش عاوزه اطول عليكم الفيديو، بحاول اقصر فيه على قد ما اقدر، لان الفيديو بيبقى طويل قوي والناس بتقول لي الفيديوهات طويله. جبت صينيتين هنا، دهنت قعرهم دهن وسمنه او زيت يعني، وبطنتهم بشويه دقيق. ده الصواني دي، الصواني الثلاث صواني الطقم اللي هو 3 في بعض. انا جبت الكبيره والوسطانيه، الكبيره والوسطانيه. وقسمت العجينه بتاعت الكيك بتاعتي على الصينيتين. وطبعا كنت مولعه الفرن بتاعي على درجه حراره 180، حطيتهم في الرف الاوسط. احسن حاجه تسخني الفرن بتاعك قبل ما تستخدميه، بيوفر معاكي كتير وبيخلي الكيك بتاعك يطلع جميل قوي معاكي. جبت مج كده وحطيت فيه كوبايه الا ربع من الميه السخنه، وضفت فيه باكو نسكافيه سريع التحضير او قهوه سريعه التحضير، وقلبته فيه كويس. وهنا خرجت الكيك من الفرن بتاعي. الكيك اخد معايا نص ساعه بالظبط في الفرن. الكيك طلع معايا زي ما انتم شايفين، طالع معايا روعه. شايفين الخله ما بتطلعش فيها حاجه خالص، مستوي وجميل قوي. وجبت خله كده وخرمته بيها كده شويه، خرمت الكيك بيها بالخله. وبدات اسقي
الكيك بتاعي بالنسكافيه. بنسقي الصينيتين زي ما قلت لكم، هو اخد معايا نص ساعه بالظبط في الفرن. لو عندك مروحه في الفرن شغليها، هتخلي الكيك معاكي روعه. بتخلي الكيك السوا بتاعه من فوق ومن تحت جميل قوي، واللون بتاعه جميل قوي، مش بتحتاجي تشغلي الشوايه. ما عندكيش بقى، هتشغلي على 180 170 ويستوي معاكي. تحسي اول ما قعره يحمر معاكي تبداي ايه تشغلي الشوايه. لو لقيتي لونه مش ما خدش اللون، تشغلي الشوايه تدي له لون بيها، وبتخرجيه من الفرن. وبعد ما يخرج من الفرن بنسقيه من السيرب اللي احنا عملناه، اللي هو نسكافيه ده. وبجيب هنا بقى عشان نعمل صوص الشوكولاته الجميل بتاعنا. عملت هنا حطيت معلقتين من السكر، ومعلقتين 3 معالق من السكر، و4 معالق من الكاكاو، وحوالي كوبايه الا ربع من لبن الحليب. واخدته كده سيحته على البوتاجاز. وبعد ما سيحته على البوتاجاز وهو سخن نار لسه كده، ضفت فيه قطعه من الزبده او معلقه سمنه الموجود عندك، وبندوبه كويس. بنقلبه كده كويس. شايفين اللمعه الجميله بتاعته اللي ظهرت دي؟ وبنجيب بقى الفانيليا، بنضيف حوالي ايه نص معلقه من الصغيره من الفانيليا، وبرده بندوبها في الخليط كويس. بتدي طعم روعه قوي للصوص الشوكولاته بتاعنا. كده احنا عملنا صوص الشوكولاته اللي هنشتغل بيه. طالع معانا روعه، وعاملاه تقيل كمان زي النوتيلا. ده تعمليه بدل النوتيلا، تعمليه تشتغلي بيه في البيت، بيبقى بتزيني بيه الحلويات، بتعملي بيه الحاجات دي، بيبقى طالع معانا روعه. وخرجنا طبعا الكيك بتاعنا وسقيناه بالسيرب بتاعه. وبعدين باخد الصينيه اللي هي الوسط، مش الكبيره، الوسط، وببدأ بشوكه كده وافرم الكيك بتاعي. بفرمها كده زي ما انتم شايفين. فرمتها بشوكه كده، الكيك طالع معايا نايتي، طالع معايا جميل قوي. باخد يعني حوالي معلقتين كبار من صوص الشوكولاته اللي انا عاملاه. ممكن تضيفي نوتيلا، ممكن تضيفي مربى، ممكن تسيحي شويه شوكولاته وتحطيهم، بس ده انا هشتغل بيه وهزين بيه كمان. وبعجن كله في بعضه كده. بشرب الكيك بتاعي بصوص الشوكولاته بايديا كده، يعني بشربه بصوص الشوكولاته لغايه ما يشرب معايا كويس، ويبدا يعني يتلم معايا كده، يبقى زي العجينه شويه عشان اعرف اشكله. بدا يتشكل معايا. مادام بدا يتشكل معايا اهو، خلاص كده يبقى كويس. ابدا اشتغل بيه بقى. بتجيبي فنجان صغير زي ده، او اللي هي بتاعه الايس كريم دي، معلقه الايس كريم، او معلقه معياريه، اي حاجه مدوره عندك وصغيره. انا بدهن الفنجان بتاعي، فنجان من الصغيرين دولت بتاع القهوه الصغير قوي ده، دهنت قعره زيت نضيف طبعا، من نوعيه نضيفه، عشان ما يديش طعم في الكاكاو. وبتاخدي قطعه صغيره كده وبتدوسي، بتضغطي بايديكي كده، وبنشتغل بالطريقه دي. ما عندكيش الفنجان، يبقى بتاعه او معلقه الايس كريم. معلقه الايس كريم سهله جدا، وهتخليكي الاحجام بتاعتك كلها واحده بالطريقه دي زي ما انتم شايفين. باخد قطعه من الكيك وبشكلها وبضغط عليها كده في معلقه الايس كريم، وبضغط على معلقه الايس كريم بتطلع لي قطعه الكيك بالطريقه اللي انتوا شفتوها. وبروح هنا اعمل الكريمه بتاعتي. حطيت كوبايه ونص من السكر، كيلو من اللبن الحليب، معايا كيلو من اللبن الحليب، اي نوع عندك، اي نوع لبن حليب عندك هتشتغلي بيه. انا حطيت كوبايه من السكر، ممكن تحطي كوبايه الا ربع لو عايزه تقللي، ممكن تحطي كوبايه وربع لو عايزه تزودي. وحطيت 4 معالق من الدقيق، وببدأ أضيف على الأربع معالق من الدقيق 4 معالق من النشا، يبقى كيلو لبن حليب، كوباية سكر، 4 معالق دقيق، 4 معالق نشا. وبنقلب المزيج كله في بعضه كده.
وبعد ما خدته على البوتاجاز وبدأ يبقى سميك معايا زي كريمي كده، وديته على البوتاجاز وبقى كريمة معايا اهو. وهي سخنة لسه ضفت فيها معلقة من الزبدة، بتدي طعم روعة قوي. على فكرة دي الكريمة التركي يا جماعة، اللي عايز ياخدها كده ويغرفها وياكلها تبقى روعة قوي. وهنا ضفت نص معلقة من الكاكاو، نص معلقة من الفانيليا، بتدي طعم روعة قوي مع الكريمة التركي. وهنا جبت الصينية بتاعتي بقى وهبدأ أضيف عليها الكريمة. الكريمة طالعة معانا جميلة قوي، طالعة ناعمة وطالعة تحفة قوي معانا، وطريقتها سهلة جدا. بنوزع بقى كده وبنساوي، وبنخبط الصينية خبطتين كده على الرخامة عشان تتساوى يعني. وببدأ أوزع كرات الشوكولاتة على الصينية بتاعتي بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين. وبجيب فوطة من بتوع المطبخ بتاعتي النضيفة، أي فوطة نضيفة عندك، ورقة زبدة، ورقة نضيفة، بحطها كده بزاوية كده. وبجيب شوية كاكاو في المصفى وبحاول أوزعهم كده، أزين بيهم بقى. الكاكاو اللي بشتغل بيه للتزيين ده يا جماعة كاكاو معد للشرب، بيبقى طعمه أجمل وأحسن من الكاكاو أو نسكويك اللي موجود عندك اشتغلي بيه. عايزة تضيفي الكاكاو العادي الموجود اللي هو الخام ده، ماشي أوكي، بس ده بيدي طعم أجمل وأحسن يعني. شايفين الجمال والحلاوة؟ روعة يا جماعة، تحفة 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 بجد. ويا جماله بقى، انا عندي بقى شويه صوص شوكولاته اللي كانوا متبقيين معايا في الطاسه. انا عندي الازازه دي غسلاها، وكنت جايباها مره يعني وغسلاها وبشتغل بيها. فضيت عبيت فيها صوص الشوكولاته ورشيته كده على كرات الشوكولاته بتاعتي، وكيكه البابلز بتاعتي فوق اهي جميله قوي، روعه روعه، طالعه تحفه يا جماعه بجد والله العظيم. يعني حاجه تشرفكم قدام ولادكم، وبمنتهى السهوله وبمنتهى الجمال، وطعمها بقى بجد خطير، طعمها خطير قوي قوي يعني، حاجه اخر ذوبان فعلا يعني. وبنجيب بقى الصينيه بتاعتنا وبنحطها في التلاجة طبعا شويه، حوالي نص ساعه كده، عشان لما تتقطع معاكي تبقى متماسكه. بعد ما خرجتها من التلاجة قطعتها اهو قدامكم، بقطعها بالسكينه. شايفين جمالها وحلاوتها، روعه، ولادي حبوها قوي قوي قوي. وبعدين بنخرج بقى كده ايه قطعه اوريكم الطبقات الجميله اللي احنا عملناها. شايفين الطبقات بتاعتها اهي، الكيك من تحت هشه وجميله قوي وطعمها تحفه، وطبقه الكريمه وفوقيها البابلز بتاعنا، طالعه معايا روعه بجد يعني. جربوها هتعشقوها. بصوا جمالها وحلاوتها. الناس بقى اللي بتحب الشوكولاته بقى يا سلام عليها وهي غطسانه ودايبه في الشوكولاته دوب كده، انا هنا برش عليها شويه شوكولاته من فوق، بوزع عليها شويه شوكولاته من فوق من صوص الشوكولاته بتاعي، طالع تحفه معايا، طالع روعه وتقيل كمان مش خفيف. شايفين جمالها. وتبداي تاكلي بقى بالف هنا وشفا عليك. الف هنا وشفا عليكي. لايك وشير للفيديو، واللي ما اشتركش في قناتنا يشترك، واهلا وسهلا بيكم، شرفوني ونوروني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.